الرهجة ضد التواكل. الفرقة ناقصة بلاعب، ولكن لعبات بشخصيات المنتصر. فاضلو عرف يتعامل مع النقص العددي، وهذه رسالة إيجابية كتعزز الثقة في المدرب الجنوب أفريقي. أكبر ريمارك تكنيك في هذا الماتش هي شجاعة المدرب رغم طرد بالقصوص اللي دخل في بلاصتو بعد اللي تكنيكمو ناقص. وانا شخصيا ما فهمتش اش مازال كيدير في الراجل. الفرقة ما رجعتش للور، المدرب بقى ضاغط بخطوط متقدمة حتى لآخر دقيقة. الهدف اللي دخل على الراجل كان نتيجة غلط فردي ديال بعد استغل مهاجم توارقة بأحسن صورة ممكنة. عفوا كلفاتنا بيج، ولكن ما رساش الشخصية الهجومية ديال الفريق. بالنسبة ليا أهم ديتاي تاكتيك هذا الماتش بيت التعادل ما جاش من ميليو التيران، ولكن جا صناعة من قلب الدفاع خفيف. الباس ديال خفيفي من ورا لعند ماتياس كيبين بلي كاع اللعابة عندهم مهام هجومية في منظومة فاضلو. الرجاء سيطرت على الماتش كامل ب10 لاعبين، وهذا الشيء كيعني جاهزية بدنية عالية ونهج تاكتيكي كيقدر يتأقلم مع الطوارئ بلا ما يفقد النجاح. من جهة أخرى المشاكل اللي بانوا في هذا الماتش هو غياب بديل في المستوى اللي بالقصود. زيد عليها اللمسة الأخيرة اللي مازال غايبة على هجوم الرجاء. خلاصة هذا الماتش نقطة مستحقة للرجاء. مكسب الرجاء في هذا الماتش الشخصية القوية اللي بيناتها المجموعة والانسجام السريع للوافدين الجداد، واللي أنا كرأي شخصي عجبني الأداء ديالو. وانتوما شنو رأيكم في أداء الوافدين الجداد؟ الحاجة الوحيدة اللي كنت كنتمناها بديل في المستوى اللي بالقصود. واش في نظركم خطأ بعدي راجع لعدم الجاهزية ديالو ولا لضغط النقص الحديث؟ شاركوني آراءكم في لي كومونتير. شغف وفراسة، هاد الرجاء ماشي غير كورة ولكن حكاية كتعاش.